الناس كانوا بيسخروا من سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام وهو بيصنع السفينة بأمر من ربنا، وهو كان بيعملها. الناس كانت بتقعد تقلس عليه وتقول له انت بتعمل سفينة في الصحراء، وفي حد بيعمل سفينة في الصحراء؟ بس هو ما كانش بيرد عليهم لحد ما جه الطوفان والمطر والمية خرجت من التنور. الناس دي كلها اللي كانت بتسخر منه غرقت كلها في الطوفان. وطبعا زي ما احنا عارفين ان سيدنا نوح خد معاه من كل زوجين اثنين من آمن معه، والسفينة بدأت تبحر في المية وفي الموج العالي اللي مثل الجبال دوت. وشاف ابنه وهو واقف على الجبل ونادى عليه. طبعا ابنه ما سمعش الكلام وقال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لحظة لما ابنه غرق بتعلمنا إن المفروض إن إحنا نسمع للنصيحة اللي بتتقال، خصوصا لما تيجي من شخص عاقل وكويس زي سيدنا نوح. كده نقدر نقول لكم إن إحنا خلصنا.